السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي وحبايبي، اخباركم؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بنصور لكم تاني سيشن مع الكلاب الافريكان ماستيف، آه، تشابو، كلوي، روبرتا. شفتوا اول سيشن اللي عملناه معاهم، عملنا تيست وشفتوا هم مستواهم ايه او كان اختبارهم نتيجته ايه، وشفتوا وصلنا لايه في اول سيشن. النهارده عملنا شوية تغييرات. هل تغيير المكان او الاهتمام بالمكان وطريقة التشغيل وطريقة الربط للكلب بتأثر ولا لا؟ وهتشوفوا واصلين لايه النهارده. خليكم معانا، انا متوقع ان شاء الله ان نتيجه النهارده تكون احسن بكتير من امبارح. خليني احط لكم النهارده فويس اوفر على الفيديو واحنا شغالين. اعرفكم بالكلاب. ده تشابو اللي في النص، روبرتا، كلوي اللي على الشمال. زي ما شفنا في التيست امبارح، كان تشابو اضعف شخصيه. عايزكم تركزوا قوي على الباد لانجوج لكل كلب. بيستقبل الصوت ازاي وحركة المهاجم ناحيته ازاي. وقيموا كل كلب حسب شخصيته. يعني تشابو هو بدأ ينبح، بدأ يهز ديله ويعلن سيطرته. طبعا روبرتا ما شاء الله أقواهم كشخصية وباينة من أول سيشن والنتيجة اللي عملتها. وكلوي النهاردة الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله، معلنة للسيطرة واخدة آخر السلسلة، يعني شدت السلسلة للآخر. ده بيودينا لأن توحيد أو إعلان نوع معين من التدريب إنه يصلح لكل شخصيات الكلاب وأنواعها، ده يعتبر شيء خاطئ. يعني لأن كل كلب حسب شخصيته بيتحط له بلان معينة في التدريب. أما الطريقة اللي بنستخدمها هنا دلوقتي دي هي اسمها النمذجة. والنمذجة دي طريقة أصلا هي من المدارس الكلاسيكية. يعني احنا بنطلق عليها باللغة العامية دي ان هو طابور حراسة، طابور للحراسة. ليه بنستخدم الطريقة دي؟ لان الطريقة دي مبنية على ان الكلاب بتتعلم من بعض بسرعة، بيشوفوا بعض اسرع لان هم لغتهم لبعض اوضح مننا. فبالتالي لما بنحط اكتر من كلب مع بعض، اقل طابور نقدر نعمله بيكون كلبين حسب شخصيات الكلاب، واقصى او اكتر طابور ممكن نعمله بيكون 8 كلاب. دايما العدد بيتحدد حسب شخصيات الكلاب، والهدف من التريننج في المرحلة دي ايه. كمان تنظيم وضع الكلاب في الطابور ده بيكون كل مرحلة بتنظيم معين. اللي هو شخصيته أعلى بيتحط فين، واللي شخصيته أقل شوية بيتحط فين، واللي شخصيته أقل خالص بيتحط فين. دايما الكلب الأضعف في الشخصية بنخليه بعيد آخر واحد علشان ما يحسش ان المهاجم بيمثل له تهديد كبير، ويكون بيتفرج كويس من احسن زاويه. يعني شايف كل الكلاب اللي جنبه بتعمل ايه، وشايف كمان المهاجم بيعلن عن تهديده للمكان ازاي، او تهديده لصاحب المكان ازاي. هنا ما شاء الله روبرتا زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله، ادائها قوي جدا جدا، معلنه للسيطره جدا، عامله عضه جميله، عضه كامله بتعلن عن ان شخصيتها قويه. ولكن طبعا اعتقد المعاملة او طريقة التربية ما كانتش اصح حاجة. فهي مرت بحاجات طفت عندها المشغلات دي، ما خلتهاش ظاهرة. ولكن هي مش شخصيتها ضعيفة خالص، بالعكس هي كلبة مسيطرة وهي من لاين قوي. ودايما الكلاب اللي بتكون على شكلها الاساسي او الكلاسيك شيب منها، يعني بتكون دايما اقوى من الشيب اللي بيتدخل فيه الانسان علشان يعدل الشكل. يعني الشيب الكلاسيكي او الاساسي بيكون محتفظ اكتر بمواصفاته وبمشغلاته الاساسيه اللي بتحملها الفصيله دي. فاحنا شايفين روبرتا ما شاء الله ما بطلتش نفح وتركيز معايا عند كل كلب. هنا انا رحت حاولت اوصل شابو ان في تهديد عليك انت كمان، علشان يتفاعل ويفضل مركز معايا اكتر، وهو ما شاء الله ظاهر ده جدا. يعني كلوي النهارده ابهرتني اهي زي ما انتم شايفين، برضو داخله الى طريق مع روبرتا. لكن هوريها لكم دلوقتي في العض. عضتها ما كانتش لسه احسن حاجه، لسه ما وصلتش للعضه المرضيه بالنسبه لي. ده السليف، ودي هتبقى اول مره تشوفوا روبرتا ما شاء الله الله اكبر فول بايت.
انا هسيب لها الكفر تشده، علشان عايز اثبت لكم حاجه مهمه جدا قلتها في اول فيديو. خليكم مركزين بعد ما اسيب لها الكفر هي هتعمل ايه، علشان اقول لكم انا قصدي ايه من الكلاب دي وايه مشغلاتها الاساسيه. هنا الكفر خدته، انا ما مشيتش، انا فضلت واقف علشان اوصل لها ان لسه التهديد موجود. ثابت الكفر بتاع السليف ومسك التاني في السليف. هنا ليه؟ لان المحرك الاساسي عند الفصيله دي، عند معظمها يعني من الاساس، هو الديفنس درايف. الكلاب اللي عندها الديفنس درايف هي اكتر بتكون كلاب تصلح لحراسة المنشآت. اما في الحراسة الشخصية بتكون كلاب صعبة شوية، لانها اوريدي ما بتقبلش الغرب بسهولة. ودي بتودينا لنقطة مهمة دايما بنادي بيها في فيديوهاتي من زمان، انك لازم قبل ما تبدأ تشتري كلب تعرف انت عايز تشتريه ليه، ولازم تستعين بحد متخصص علشان يختار لك كلب بشخصية تتناسب مع احتياجاتك. ما ربيش كلب وبعد ما ربيه وارتبط بيه وارتبط بيا الاقيه غير صالح للمهام اللي انا محتاجه يقوم بيها معايا، فبالتالي بضطر اتخلى عنه، سواء ببيعه او سواء بان انا اعرضه للتبني. كمان الكلب بيتاثر نفسيا من ده، لانه في النهايه انا اللي اخترت مش هو. فلازم اكون مختار على اسس علميه، وفاهم انا بعمل ايه بالظبط، وفاهم ايه الهدف من تربيه الكلب. في الجزء ده من الفيديو كانت روبرتا خلاص تعبت ولسه، وهي وصلت للمستوى اللي انا محتاجه منها. فطلبت من اخويا عبد الرحمن ياخد روبرتا يدخلها الكيج بتاعتها، ونكمل مع كلوي ومع تشابو الجزء اللي هتشوفوه ده. لان الكلب ليه درجة معينة لو زودنا عنها وتعب اكتر يدي نتائج سلبية او عكسية يعني. فهنا ما شاء الله كلوي ابتدينا نركز معاها. انا شايفها من اول السيشن استيعابها كويس، انتباهها كويس جدا، اعلانها عن سيطرتها كويس جدا. هنا انا هبتدي اوري لها التج، اعرض عليها العضة تاني. طبعا مش هتمسك، هي لازالت في جزء خوف، هي مش فاهمة ده ايه. زي ما انتوا شفتوا هي اتفاجئت اول ما التج لمست بقها فبعدت عنها بسرعة، وانا سبت التج وجريت. هنا احنا بنعلن للكلب انه حقق الغرض من الدفاع عن المكان، انه لمجرد ما قرب ببقه بانيابه ناحية الشخص اللي داخل، الشخص ده خاف واختفى وجري. مهم جدا اثناء طابور الحراسة يكون اللي بيقوم بتدريب الحراسة شخص عنده علم كويس قوي بلغة جسد الكلب، وعنده خبرة كويسة جدا في كمان هو هيوصل للكلب ازاي بلغة جسده. هو كمان امتى بيعلن سيطرته على المكان، امتى بيعلن التحدي، امتى بيعلن الانسحاب او الخوف. فده بيبقى باين جدا، ويبقى مركز مع كل الشخصيات اللي في الطابور، علشان ممكن في وقت وانا شغال مع كلب تاني يعمل حاجة صح اجري بسرعة اروح اكافئه بالعضة. فهتلاحظوا ده معانا في الطوابير اللي جاية وفي السيشنز اللي جاية ان شاء الله معاهم. بس انا يهمني جدا رأيكم. الفيديو ما فيهوش ايديت كتير، مش بنعمل تقطيع، احنا عايزينكم تعيشوا معانا السيشن كاملة كأنكم موجودين معانا في المكان. زي ما وعدتكم في الاول ان انا لما اوصل الكويت هشارككم كل اللي بعمله. انا بس بقطع الاجزاء اللي احنا مثلا بندخل فيهم الكلاب، نربطهم، بنخرجهم. بحاول اوفر لكم الفيديو يكون مش طويل عشان ما ارهقكوش في انكم تتفرجوا او اسبب لكم اي نوع من الازعاج يعني، ويكون الفيديو خفيف عليكم. هنا دي المحاولة التانية معاها اهو، اللي هي فيها استفزاز اكتر. بنعرض عليها التج وهي جاية تقرب عليه نهرب، عشان المرة الجاية تفكر انها. شفتوا هنا بقى بعد التشويق ده مسكت التج على طول واخدته. هنا بقى هنركز مع الاستاذ تشابو، هتشوفوا الشغل معاه كأنه بابي بشكل بسيط، اهدى، اقل في التحدي، اقل في المواجهة، لانه هو شخصيته اضعف. وده مش معناه ان هو كلب ضعيف او ده يقلل من قوته او قدرته على الحراسة، بالعكس. لكن زي ما قلت لكم امبارح هما كانوا بيتعاملوا شوية غلط، بدون ما نخوض في تفاصيل يعني، قبل ما يتنقلوا عند اخويا عبد الرحمن.
حتى صحيا ما كانوش احسن حاجه. بصوا هنا امتى بعلن دخولي وبعدين ارجع اجري. مجرد ما هو يبتدي ياخد خطوه ناحيتي خلاص برافو. هنا هو مسك الطج بطرف بقه، انا لازم اسيبه وابعد، لازم اسيبه واهرب. ولازم في نفس الوقت صاحب الكلب يشجع تشجيع قوي علشان الكلب يحس ان التصرف اللي حصل ده مفرح بالنسبة لصاحبه، فبالتالي يقدم على التصرف ده مرة تانية. شوفوا بقى هنا ما شاء الله كلوي حماسها زاد قد ايه لما رحت شوية عند تشابو. ما شاء الله ما شاء الله، عملت عضة كويسة واخدت الطج عندها. الطبطبة هنا مهمة جدا 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 من صاحب الكلب، التشجيع ان انا موافق على التصرف ده وفرحان من انك عملت كده، يخلي الكلب دايما يزيد اكتر، لانه في النهاية هو عايز يرضي صاحبه يعني. شفتوا امبارح كلوي في الفيديوز في الاختبار، لا كانت بترجع وخايفة بصوا بصوا ما شاء الله في اخر السلسلة. بصوا انا عند تشابو هي بتدافع عن القطيع كمان دلوقتي، فهي بتشتغل على اساس انها تدافع كمان مع تشابو. تشابو هنا عمل عضة احسن من اللي قبلها ما شاء الله. عايز رأيكم، ما تنسوش رأيكم بيفرق معايا جدا جدا جدا.